فإذا نحن الموقع بنتكلم الإعلامي معكم من قرية قبلياسي. أبلياس، معنا سفيرة النوايا الحسنة ومحمد زاي من فريق المغامرون. شو انطباعك بس عن المشاركة اللي كانت بالدرب أبلياس وبالنسبة للمشاركين من برات أبلياس كمان؟ أول شيء أنا غادة شرف الدين، سفيرة سلام وحقوق إنسان من المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والسلام الدولي. أول شيء انطباعنا، الشكر الأول لبلدية إبلياس، لأستاذ جهاد المعلم. الشكر الثاني للمغامرين، فريق المغامرين يلي استقبلنا ونظم هالتريل اليوم. شكر أكيد لأهالي إبلياس كلهم. مسار كتير حلو. أنا أول مرة بزور إبلياس وأول مرة أنا بمشي بأسواق إبلياس. أول شيء في كرم، في ضيافة، في ملقى حلو، في تقدير للضيف، في محبة. نحن كمجموعة فرق من كل لبنان، مع ملوك الطبيعة، مع فري هايكرز، مع شويفات هايكرز، مع يلا نمشي، في عدد كتير كبير من المشاركين اليوم. فتعرفنا أكيد على أماكن سياحية وأماكن طبيعية، وفعلا من أجمل دروب لبنان هي موجودة بإبلياس، والأجمل هو هالسوق التراثي الحلو، والموجود فيه تقريبا كل شيء بيحتاجوه بالمنطقة هون. شو بتحب توجه دعوة إذا بدنا نقول من باقي الضياع، من باقي البلدات اللبنانية، كرمال موضوع الرياضة، التحفيز على الرياضة والنشاطات الرياضية واكتشاف البلدات بنفس الوقت كمان؟ السياحة البيئية تعتبر من أهم السياحات البيئية بلبنان، حتى بكل العالم، على صعيد العالم كل الدول بتشجع السياحة البيئية ضمن الدولة. فأكيد أنا بدعي كل اللي ما مشي بعد بدروب لبنان خليه يمشي وخليه يتعرف على جمال لبنان وعلى طبيعة لبنان وعلى هوا لبنان وعلى شعب لبنان، لأنه نحن بكل منطقة أهل عم يستقبلونا. وأكيد في رسالة كمان موجهة لوزارة السياحة، لوزارة الثقافة، لمديرية الآثار، إنه يهتموا أكثر بالآثار، بالأماكن السياحية يركزوا عليها أكثر، يراعوا كمان الأسعار لأهل البلد اللبنانية كمان، بالإضافة للسواح، لأنه كمان أوقات السواح عم بيلاقوا إنه التيكت الدخول على بعض الأماكن عم بيكون كمان مرتفع، وإنه يكون في مراقبة أكثر على إيرادات الأماكن السياحية، إنه ترجع كلها لوزارة السياحة. بالإضافة كمان إنه وزارة السياحة تعمم السياحة البيئية وتعطي خارطة سياحة بيئية تكون موجودة على المطار ببروشورات، لحتى كل سائح عربي يجي يكون معه بروشور يعرف كمان وين بده يروح. بجملة وباختصار، شو فيك تقولي بكلمة مختصرة عن الدرب بأبلياس، وفيك تقولي دعوة للعالم لحتى يجوا يكتشفوا الطبيعة بعد أكثر؟ لا، إبلياس من أجمل المناطق اللي هي خليط تعايش فعلا، وجامعة سهل وجبل ونهورة وشلالات وطبيعة وكروم وبيئة وأهل كمان مضيافين جدا. بقول للكل تعوا زوروا إبلياس من وين ما كنتوا بلبنان وتعرفوا على دروب لبنان. وكمان أنا بوجه رسالة سلام من إبلياس لكل العالم، ومن لبنان رسالة سلام لكل الدول ولكل العالم، ومندعي كل السواح إنهم يجوا يزوروا هالبلد الحلو يلي هو جنة على الأرض. ولبنان مع كل الأزمات بيبقى أجمل بلد بالكون. شكرا لكم. شكرا.